السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الوردان، وعاملين ايه؟ اهلا بكم في ملعب الورداني كالعادة. حبايب اخوكم باختصار ومن غير ما اطول عليكم اخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النادي الاهلي والفارس الابيض نادي الزمالك. بس في البدايه رجاء من كل اخواتي وحبايبي قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض نصلي على اشرف خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ريت لاخونا اللاعب احمد رفعت والوالدي وجميع امواتنا بالرحمه والمغفره، ربنا يرحمهم رحمه واسعه ويغفر لهم ويسكنهم في فسيح جناته. وما ننساش ندعي اخواتنا فلسطين ربنا ينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايبي الوردان وفضلا وليس امرا في ثانيه الا ثانيه اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم المستمر لينا وانتم ذوقكم حبايب الوردان. ويلا بقى نبدا بسم الله الرحمن الرحيم باخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النادي الاهلي بعد طبعا صفقه وسام كريز محطوط على كريمه اللي مكسر الدنيا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وتاني صفقه يوسف ايمن مدافع الدحيل القطري، تالت صفقه ولسه في كمان اقول رابع صفقه. تالت صفقه جمال الشماخ الباك شمال العالمي اللي بيشارك مع فريق حسنية أغادير حسب تصريحات وكيل أعماله الأستاذ مصطفى المقدم، وعلى حسب الكلام اللي نقله على لسان المدير الفني للفريق الكابتن عبد الهادي السكتاوي، وقال إنه موافق على انتقال جمال الشماخ للنادي الأهلي لأسباب كتير جدا. النادي أصلا المسؤولين بالنادي طبعا موافقين، النادي محتاج سيولة مالية عشان في قضايا وبين الاتحاد الدولي والفيفا والكلام ده، وكان في رتوش ليها علاقه بنسبه اعاده بيع، ولما يروح النادي الاهلي خلي 10%، لا خليهم 15، لا خليهم 20%. فالخلاصه ان هم خلاص موافقين بنسبه 100% على انتقال جمال الشماخ للنادي الاهلي. وكمان لان اللاعب اصلا ما سابش المعسكر، لعيب بيتمرن لوحده تدريبات منفرده لوحده، هو ممتنع عن ان هو يتمرن في التدريبات الجماعيه مع الفريق بشكل جماعي. فالخلاصه مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي على تاني صفقه بعد صفقه يوسف ايمن مدافع الدحيل القطري. حط عليهم بقى تالت صفقه. اتكلمنا قبل كده ان الاهلي مارسيل كولر بيفاضل بين عمر فرج مهاجم اياك السويدي وبين عدي الدباغ، الاثنين بيحملوا الجنسيه الفلسطينيه. عدي الدباغ مهاجم فريق شارلولوا البلجيكي. الاغلبيه موافقين على عدي الدباغ. عمر فرج مهاجم اياك السويدي مهاجم مميز جدا وكل حاجه، ولكن عدي الدباغ بيتميز في حاجات مش موجوده في عمر فرج، بعيدا بقى طبعا حتى القوه البدنيه والكلام ده عدي الدباغ مميز فيها، والاحصائيات والارقام والتهديف اكتر بيميل لعدي الدباغ. ده غير الفنيات، عدي الدباغ ممكن تعتمد عليه فيرود وراس حربه، تعتمد عليه جناح مميز جدا في الاختراقات وفتح المساحات والحلول الفرديه والتحرك بكره او بدون كوره. فالافضليه لعدي الدباغ لحد دلوقتي. نادي نيس الفرنسي قدموا عرض رسمي للنادي الاهلي ب 3 مليون و600 الف دولار عشان يضم محمد عبد المنعم في الموسم الجديد. محمد عبد المنعم رغبته الاولى والاخيره الاحتراف، متمسك بالاحتراف بايده واسنانه لاسباب كتير جدا. سنه محمد عبد المنعم 25 سنه، وكل ما اللاعب بيتقدم في العمر اكتر فرصته في الاحتراف بتكون اصعب. بنسبه كبيره محمد عبد المنعم هيكون موجود مع نيس الفرنسي في الموسم الجديد. محمد عبد المنعم بيضغط على المسؤولين بالنادي الاهلي عشان يوافقوا بالعرض اللي هو 3 مليون و600 الف دولار، ولحد دلوقتي المسؤولين بالنادي الاهلي متمسكين ان العرض ما يقلش عن 4 مليون دولار. لحد دلوقتي العرض 3 مليون 600، ده غير عقد محمد عبد المنعم هيكون مليون و200 الف دولار. بنسبه كبيره المسؤولين بالنادي الاهلي هيوافقوا على انتقال محمد عبد المنعم ولتجربه الاحتراف مع نادي نيس الفرنسي. نيجي لموضوع اللعيبه اللي ممكن بنسبه كبيره يرحلوا عن النادي الاهلي في الموسم الجديد بقرار وموافقه من مارسيل كولر. خالد عبد الفتاح جاله عرض من سموحه والبنك الاهلي، ومارسيل كولر موافق على رحيله، مع ان خالد عبد الفتاح قدم اداء مميز جدا مع النادي الاهلي الفتره الاخيره. زي ما قلت خالد عبد الفتاح لعيب مميز وقدم دور مؤثر جدا مع النادي الاهلي الفتره الاخيره، لكن انت عندك محمد هاني، عندك اكرم توفيق، عندك عمر كمال عبد الواحد، عندك كريم فؤاد. فبنسبه كبيره خالد عبد الفتاح هيرحل عن النادي الاهلي في الموسم الجديد. معاه اللي بنسبه كبيره عشان هتدعم برده بمهاجم او اتنين، مهاجم اجنبي وواحد محلي، كهربا بنسبه كبيره هيرحل على النادي الاهلي في الموسم الجديد. كولر موافق، قال لك اعاره بيع نهائي، انا موافق، لكن بنسبه كبيره المسؤولين بالنادي الاهلي هيطلعوا كهربا والله اعلم على سبيل الاعاره. ووكيله احمد يحيى قال ان في عرض من نادي زد عاوزين كهربا على سبيل الاعاره لمده موسم واحد، ومارسيل كولر موافق. مين بقى اللي رافض رحيلهم؟ رضا سليم جاله عرض من نادي قطر القطري ب 2 مليون
دولار، ومارسيل كولر رافض رحيله، قال انه من القائم الاساسي للفريق وهيشارك مع الفريق بشكل اساسي في الموسم الجديد. عمرو السولية في لفتة طيبة ومحترمة جدا من المسؤولين بالنادي الاهلي بعد ما كنا عارفين انه جدد لمدة موسم وجاله عرض من نادي ليبي، المسؤولين بالنادي الاهلي احتراما وتقديرا لتاريخ وخبرة عمرو السولية سايبين له مطلق الحرية، لو عاوز تلغي التجديد وتفسخ العقد وتروح للنادي الليبي عادي براحتك، مفيش اي مشكله، والنادي الاهلي هيستفيد وانت هتستفيد. واخر خبر معانا للنادي الاهلي، كابتن سامي قمصان هو اللي هيتولى القياده الفنيه للنادي الاهلي بعد ماتش سموحه. بعد ماتش سموحه النادي الاهلي اتعادل، حتى لو اتعادل خلاص خد ختم النسر لبطوله الدوري رقم 44. بعد ماتش سموحه مارسيل كولر هيسافر لسويسرا عشان يقضي اجازه مع عيلته، وكابتن سامي قمصان هو اللي هيكمل الماتشات المتبقيه في الدوري وفي بطوله كاس مصر لو الاهلي لو المسؤولين بالنادي الاهلي وافقوا ان هم يشاركوا في البطوله، لان لحد دلوقتي في اعتراضات مش عاوزين يشاركوا في كاس مصر، وبرده نادي الزمالك معترض. وبالنسبه لاخر اخبار الفارس الابيض نادي الزمالك، محمد اسماعيل مدافع زد على رادار نادي الزمالك لتدعيم قلب الدفاع. نادي الزمالك عنده ازمه في قلب الدفاع، مفيش غير حسام عبد المجيد والمسلوسي، وممكن ده بيحصل اصابات لا قدر الله، غيابات، ايقاف، الكلام ده بيبقى مفيش، عندك مشكله كبيره جدا وبتضطر تطلع لعيبه من اللاعبين الشباب ولسه محتاج خبره ولحد ما ياخد حساسيه الماتشات وكل الكلام ده. فمحمد اسماعيل احد المرشحين بقوه لتدعيم قلب الدفاع في نادي الزمالك، خاصه ان صفقه احمد رمضان بيكم مدافع سيراميكا كليوباترا الصفقه تعطلت بسبب المغالاه في الطلبات الماديه من المسؤولين بنادي سيراميكا كليوباترا. وجوزيه جوميز موافق على عوده حسام اشرف المعار من نادي الزمالك لفريق بلديه المحله، واللي قدم اداء مميز ومؤثر جدا مع فريق بلديه المحله للموسم اللي احنا فيه اللي هو مش عاوز يخلص. وفي عرض من عروض من المصري في مودرن سبورت اللي هو مودرن فيوتشر سابقا وسيراميكا كليوباترا عاوزين سيد عبد الله نيمار، بيتصارعوا على سيد عبد الله نيمار، لان المسؤولين بنادي الزمالك كانوا اعلنوا ان سيد عبد الله نيمار هيرحل عن الفريق الموسم الجديد على سبيل الاعاره. ده بالنسبه لاخر اخبار واستعداد نادي الزمالك. حبيبي واخواتي، الحلقه عجبتكم ما تنسوش دعمونا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في كومنت. سلام.